صباح الرضا وصباح النور على عيونكم يا بنات. النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله باذن الله هيشجعك وهينشطك. يلا بدات معاكم يا بنات بالمدارس، زي طبعا عارفين لي انا وديت حضانه، وطبعا انا عارفه ان معظم الامهات دلوقتي بدات في دروس شهر 8 كلكم معظمه دروس، فربنا يعينكم ويقويكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. كلنا بيوت مصريه وكلنا بيوت عربيه واحده يا بنات، اللي في بيتي في بيتك واللي في بيتك في بيتك، كلنا بنفس المحنه اللي احنا فيها او المنحه برضو في نفس الوقت اللي ربنا عطاها لنا. كلنا في مسيرة واحدة، كلنا حاسين ببعض، محتاجين بس اللي يقف جنبنا بالكلمة الحلوة واللي يساندنا، وربنا يرزقك ويرزقنا من حيث لا نحتسب. كلنا محتاجين حد يحس بينا، كلنا ان شاء الله باذن الله ربنا مرضينا، كلنا باذن الله ربنا معانا. حتى لو الحياة صعبة عليا وعليكي، بس باذن الله ما نبدأ كلامي يا بنات نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. لو أول مرة تشوفي قناة النهاردة خشي خدي لك جولة بسيطة بإذن الله هتعجبك، ولو عجبتك اوعي تنسي الاشتراك وضغط على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل شعر فيديو أنا بنزله. داخلة تاخدي فكرة عن الفيديو، اوعي تنسي اللايك قبل ما تخرجي. لما الولاد دخلوا حضانة فأنا روحت جبت لهم شوية حاجات كده، سوقت يعني بمعنى أصح. جبت بقى شوية حاجات كده لوازم اللانش بوكس والحاجات بقى اللي هما يفطروا بيها. فقلت ان شاء الله باذن الله حاولت نجيب نوع نظيف، وقلت كده كده ممكن نديهم سندوتش في اليوم، سندوتش واحد في اليوم، ممكن نوع لهم يوم ويوم. جبت جبن، جبت حاجات بقى ممكن الحاجه اللي هم بيحبوها بس نعملها لهم. طبعا هم قبل ما يمشوا يا بنات بياكلوا الوجبه اللي هي الاساسيه في البيت. يعني احمد نديله كوبايه اللبن وسام ملهاش في اللبن، بنسلق لها بيض ونأكلهم الأكل ده قبل ما يمشوا يروحوا المدرسة، عشان خاطر بس يعني طبعا ما ينفعش ياخدوا لبن. وفي نفس الوقت كنت بندي وسام سندوتش بيض وحاجة، بتقول يا ماما بيبقى ريحته وحشة، فعشان كده بقى الحاجات ديت انا بنأكلها لهم في البيت قبل ما هم يمشوا. فقلت ان شاء الله باذن الله هنعمل لكل واحد سندوتش كده لانشون مع سندوتش جبن، مع مصروفهم برضو، مع الشوكولاته بتاعتهم، مع الفاكهه برضو بتاعتهم، بحيث لو جاعوا نبقى انا مطمنه في مكاني. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا الاكل ده مش بيتاكل، يعني ممكن يتاكل سندوتش من ده كلته، ممكن يجي هو نص سندوتش اللي يتاكل، بس انت كأم بتبقي مرتاحه نفسيا ان هم يكونوا خدوا اكلهم. خلصت السندوتشات بقى وحطيتها كده على جنب، وحضرت لهم اللانش بوكس بتاعهم، ودخلت بقى يا بنات على الطبقين اللي كانوا موجودين عندي. بصراحة كنت يعني بالليل كنت نايمة كده مكسلة، كنا بره في مشوار، فرجعت المطبخ كان فيه شوية مواعين فكسلت بصراحة يا بنات اللي انا نغسلهم. فالحمد لله قمت بقى في الوقت ده زي ما قلت لكم بالسكينة والهدوء والاطمئنان. صدقوا بالله يا بنات، اللي ما يصحاش بدري ويشم ريحة الصباح ده فاته كنز. سبحان الله. يعني في اجازة الولاد كنت بننام من بعد صلاة الفجر، يعني ننام الساعة 6 الساعة 5 ونصحى الساعة 10 الساعة 11. طبعا بقى ريحة نسيم الصباح والكلام ده كله كانت بيفوتك. دلوقتي اول ما نفتح البلكونة بتاعتي يا بنات ونشم ريحة الصباح والريحة الهواء النقي وريحة الرطوبة اللي تبقى داخلة الصبح دي، الله، بنقول فعلا فعلا انا كان فايتني حاجات كتير. لو ان الواحد كان بيصلي الفجر الحمد لله، ولو ورايا شغل كنت بنكمله ونمنتج فيديو ونرد على تعليقاتكم نشوف قناتي، الحاجات بقى اللي بتبقى ايه تخص القناة بتاعتي. يعني كنت بناخد الوقت اللي هو بيبقى بعد الفجر عشان خاطر برضو في الوقت اللي كان الولاد نايمين. فدلوقتي بقى غصب عني مش بننام الا هناك حوالي الساعة 9 الساعة 10. يعني عجزت يومي من ساعة ما الولاد راحوا الحضانة، ان انا بقيت دلوقتي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. يعني نصحى نصلي نخلص الورد بتاعي، نخش على مطبخي لو فيه مواعين نحضر لهم سندوتشات، اوضه الاطفال عايزه تترتب، ممكن لو غسيل عاوز يتطبق. الساعه دي يا بنات بتنجز باقي يومي، بنحس اليوم كله فيه بركه وفيه راحه بال وفيه هدوء. بصراحة كان فايتني كتير كتير، فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. خلصت عملت لهم السندوتشات بتاعتهم ودخلت بقى على المطبخ بتاعي زي ما قلت لكم نغسل مواعيني، وعملت شغل كتير يا بنات. ودخلت على اوضه الاطفال برضو نظفتها وروقتها. هما بيصحوا الساعه 7:30 كده ان شاء الله باذن الله نلبس بقى ونودي الحضانة. كده كده سندوتشات متظبطة من بالليل، محضرة لهم شنطهم، محضرة برضو مذاكرتهم، خلاص مخلصين مذاكرة، واجبات خلصت، كل الكلام بقى يا بنات اللي بيخليكي تبقي تلفي
حوالين نفسِك الصبح، تبقي تخشي من الأوضة دي تطلعي من الأوضة تاني، لأ قبل ما ننام كراسيهم اللي هُم ياخدوها أو كتيباتهم تكون محطوطة في الشنطة بتاعتهم، القليمة، الأساتيك، أي حاجة بقى تكونوا محتاجينها، حتى اللبس بتاعهم بنبقى حاطاه لهم على السرير، مطلعة كل واحد طقمه، يا دوبك نصحى الصبح زي ما قُلت لكم يرخر يا بنات ما نبقاش بقى نجري من الأوضة دي ونطلع من الأوضة دي، عشان خاطر لا ننجز في يوم وننجز في وقت، وأنتم عارفين العربية لو جات مش هتستنى والكلام ده كلّته، فالحمد لله. يعني فعلًا، فعلًا لمّا ترتّبي يومِك وترتّبي أولوياتِك، الساعة قبل النوم والساعة بتاعة الصبح، يخلّي يومِك كلّه طول اليوم كده يا بنات بُصّي في راحة تامة، عن تجارب من إيمان يعني أنا ما باقولكمش الحاجة فعلًا، غير بقى ساعات والله أنا هاقول لِك يعني ساعات بيبقى الواحد بيبقى بطلان، بيبقى في مشوار، بيبقى كسلان، كلنا يا بنات بنعرّضه لأي شيء، بس أنا كإيمان من يوم الحضانة يعني بصراحة اللهم بارك يا رب ليكم ولينا، نحضّر لهم لبسهم من بالليل، نحضّر لهم حاجتهم من بالليل، نصحى الصبح نحضّر سندوتشاتهم قبل ما يصحوا، بحيث بقى بُصّي يعني لو صحّيتهم هُم الأول ولبسوا وبعد كده نخش نعمل سندوتشات، يبقوا مشتتينّي في الأسئلة، مشتتين لي في الطلبات، لأ أنا مش بنصحّيهم غير لمّا نخلّص كل حاجة، نجيب اللبس ونلبّسهم ونقعد بقى نفطّرهم. فالحمد لله خلّصت بقى شوية المواعين هُم ما كانوش كتير ولا حاجة، شايفين النهار كان لسه ما طلعش على فكرة في الوقت ده، دخلت بقى فتحت برضه شباكي كده تمام، وبعد كده هنمسك بقى نغيّر المفارش يا بنات ونكنس الأوضة ونرتّب الدنيا ولو في هدوم يعني نحطها في الغسالة، ده كله حتى ممكن نشغّل غسالة ونخش بقى نريّح، هُم يتوكلوا على الله ويروحوا حضانتهم، أنا بقى لو في فيديو يتمنتج هنمنتج، غيّرت معدل شغلي، يعني أنا هُم أثناء الأجازة بتاعتهم كنت نشتغل على القناة بتاعتي من بعد صلاة الفجر، دلوقتي بقى نشتغل على القناة بتاعتي في الوقت اللي هُم يكونوا فيه في الحضانة، يبقى البيت هادي، ربنا ما يحرمش حد منهم أول حاجة، بس إحنا كبنات، إحنا كأمهات فعلًا، فعلًا محتاجين إن إحنا نغيّروا الطاقة بتاعتنا. فعلًا، فعلًا محتاجين الضغط، في ضغط طول اليوم، ضغط أطفال وضغط متطلبات منِّك وضغط بيت، وأنتِ ذات نفسِك بتبقي محتاجة إن أنتِ تقعدي مع نفسِك، بس مش معنى كده يا بنات يعني اللي هتقولي مثلًا يا بنتي قلبِك جامد، قلبِك قاسي، أبدًا، أبدًا والله العظيم، الفترة دي ربنا الأعلم بيها، بس بننجز بقى في حاجات كتير، بيبقى عقلِك مش مشتت، عقلِك مثلًا أنتم عارفين الأطفال والأطفال الصغيرين لمّا يبقوا قاعدين في البيت ربنا يا رب ما يحرم حد منهم. آمين يا رب العالمين، عشان بس ما حدش يفهم كلامي غلط، لإن في حبيبة دخلت هي تقريبًا أم مازن، بتقول لي: "يا إيمان قولي المعلومة صح، إزاي أنتِ عايزة نودّوا ولادنا أنتِ عايزة تريحي نفسِك؟" لا يا حبيبة قلبي، أنا ما باقولكيش نودّوا الأطفال في الحضانة أقل من سن 3 سنين، حرام أصلًا توديه أقل من سن 3 سنين هيعمل إيه؟ إلا زي ما أنتِ قلتِ، إلا إذا كنتِ أنتِ موظفة أو عندِك شغل تاني، فهتضطري هتعملي غصبٍ عنِك اللي أنتِ هتوديه حضانة، أنا بنقول لِك بعد سن ال3 سنين، ما تستنيش لمّا يكمّل ال4 سنين، ما تستنيش، الوقت ده كلّته هو أولى بيه، يكون اتعوّد على الحضانة، يكون اتعلّم حاجة جديدة، يكون بقى زي ما قُلت لِك طفل اجتماعي، طفل مش متعلّق بيكِ ولا متعلّق بالبيت، أنتم فاهمين قصدي إزاي، متعوّد على الناس اللي برّه، بس ده كان كل قصدي وده كان كل فكرتي يا حبيبتي من الكلام اللي أنا قُلته، طبعًا أنا ردّيت عليكِ في الcomment بس طبعًا الكلام يا بنات غير لمّا يعني نسمّعها اللي هي قالته أو نرُد على السؤال بتاعها. تمام حبيبتي، يا رب تكوني أنتِ فهمتِ وجهة نظري، فأنتِ طبعًا دخلتِ قُلتِ لأ يا إيمان أنا مش قصدي كذا، أنتِ ما سمعتيش الفيديو كويس، أنا باقول لِك ما تستنيش لمّا طفلِك يعدّي بعد ال3 سنين، أنا 4 سنين لأ، إنما تحت ال3 سنين لأ، أنا ما تقدريش أصلًا، ما تقدريش طول ما أنتِ قاعدة في البيت، يعني مش هييجي لِك قلب اللي أنتِ تودّي طفلِك يبقى لسه صغير مش عارف حاجة، إن هو يخش حضانة، فربنا يصلح حالنا وحالكم ويصلح حال الجميع آمين يا رب العالمين. زي ما قُلت لِك بقى طبعًا أنا يمكن كلنا معظمنا يا بنات دلوقتي إن في أجازات، بس الدروس خلاص من أول شهر 8 كله خلاص بدأ دروس، ما فيش حاجة اسمها ما فيش دروس، لإن كده يا بنات ما عادش في تعليم في المدارس زي الأول، كله اعتمد على الدروس اللي هي الخصوصية، يعني الولاد بس بيروحوا المدارس كده كأنه روتين يومي، إنما تعليم زي الأول واهتمام بالمدارس ما عادش والله يا بنات، حتى الطفل بيبقى لسه داخل أولى حضانة بيعتمد على الدرس، سبحان الله. كان زمان اللي ياخد درس ده كان حاجة تانية خالص، ويقولوا ده التربية والتعليم بتهاجم،
ومنع الدروس الخصوصية ومش مانعة الدروس الخصوصية، إذا كان هي التربية والتعليم أصلًا مش ماشية غير على الدروس الخصوصية، فربنا يعيننا فعلًا، فعلًا على المصاريف. يعني لو أنتِ كنتِ بتصرفي قبل شهر 8 طبعًا بيبقى في أجازات والكلام ده كلّته، ربنا يعيننا ويعينكم يا بنات، مصاريف جامدة وأنتم عارفين متطلبات بيت والكلام ده كلّته، فإن شاء الله بإذن الله كل حاجة بتيجي كده بتيجي برزقها، مش بتيجي غير سبحان الله ما تحسبيلهاش. يعني هي كنت في الأجازة كان الولاد بيبقوا مأجازين والكلام ده كلّته سبحان الله لا إله إلا الله، هي نفس المصاريف، زادت بقى دروس وزادت أنا عارفة بيبقى ضغط وكل ده، بس ربنا بيرزق وربنا بيجيب اللي عنده وربنا مش بيسيب حد كده إلا وفاتح له باب طريق وباب رزق اللي هو يرزق منه. فإن شاء الله بإذن الله زي ما قُلت لِك ما تحسبيلهاش وسيبيها على الله وتوكّلي عليه. الحمد لله خلّصت الأوضة يا بنات، مسحت وغيّرت سراير، ده كلّه الولاد نايمين أنتِ فاهمين؟ الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. وطفيت بقى وبعد اللحظة ديّة دخلت بقى صحّيتهم، صحّيتهم ولبّستهم وفطّرتهم وبعد كده توكّلوا على الله راحوا الحضانة بتاعتهم. كنت برّه بقى بالليل جايبة زي ما قُلت لكم حاجات للسوق والكلام ده كلّته، دخلت ريّحت مش هاقول لكم بقى اللي أنا خلاص بدأت شغل على طول. يا دوبك هُم ركبوا الحضانة ومشيوا، أنا قعدت كده كلت ساندوتش من اللي أنا كنت عاملاه لهم، أو بواقي الأكل بصراحة اللي هُم ما كلوهاش ماشي، وبعد كده دخلت بقى الحمد لله ريّحت لي ساعة والّا 2 وقُمت قبل هُم ما ييجوا بالحضانة، حطيت بقى التسويقة بتاعتي يا بنات في البوكسات ديّة يعني أو المنظمات ديّة وندخّلها في التلاجة ونرتّب إن شاء الله بإذن الله حاجتي ونعمل غدايا. عارفين يا بنات الأسعار والله العظيم بجد ربنا يقوينا فعلًا، فعلًا على الأسعار اللي هي في الدنيا دلوقتي. يعني أنا كإيمان مش بنروح السوق كتير، أكتر تسويقي بيبقى جوزي اللي بيجيب الحاجة وهو جاي، فما بنحسش بالأسعار والله العظيم. فأنا بقى امبارح يعني بالليل رُحت معاه عشان خاطر طبعًا كنت عايزة نجيب شوية حاجات للولاد عشان الحضانة وكده. فحسيت فعلًا قد إيه الأسعار اتغيّرت، وقد إيه فعلًا ربنا يعيننا ويعين كل واحد يا رب ربنا بيرزقه ماشي، وبيسعى على ولاده وبيسعى على رزقه وربنا يعينه ويقويه ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل كل جري وكل حاجة هو بيعملها ديّة في إن شاء الله بإذن الله في ميزان حسناته. إحنا كأمهات برضه بنات زي ما قُلت لِك لينا دور، فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهِك وعظيم سلطانِك. الحمد لله خلّصت الحاجة ودخلتها بقى في التلاجة بتاعتي. الحاجة اللي كانت يعني قديمة عندي حطيتها بس كده هنعمل منها عصاير، كان عندي جوافة قديمة، الجوافة طبعًا دلوقتي بنات متخزنة يعني فاهمين، مش جوافة طازة كده تحسي إن هي متخزنة. وجبت له بقى الحاجات بتاعتهم قطعت اللانشو كده ودخلته بقى في العلبة بتاعته عشان ناخده منه على طول الصبح إن شاء الله بإذن الله. ورتبت كل حاجة في التلاجة وبعد كده إن شاء الله بإذن الله كنت جايبة سمك برضه نضفته كنت منضفاه، هنطلعه برضه نتبله ونعمل شوية سمك كده بصينية بطاطس. وكان عندي رز تمام وخلاص على كده. كان عندي بقى حليب من الولاد شاربينه الصبح أو من أحمد شاربه الصبح كان غالي، فلقيت شوية بلح من رمضان يا بنات بصراحة جُم على بُصّي حسّنوا برمضان كده، قطّعتهم وحطيتهم في اللبن، قُلت لمّا ييجوا الولاد نحايلهم شوية ياكلوا وأنا كمان بنحبه جدًا في اللبن، وخلاص على كده الحمد لله. عملت الدقة بتاعتي وطلّعت السمك بتاعي أهوّة هنحشيه، طبعًا السمك أنا جايباه صغير مش كبير، فبالتالي هتيجي تقليه هيبقى ناشف معايا، فأنا قُلت إن شاء الله بإذن الله هنعمله في صينية كده مع بطاطساية بيبقى محلي طعم البطاطساية تحت منه مع البصلاية والكلام ده كلته. وده ان شاء الله بإذن الله كان غدايا النهاردة وده كان يوم النهاردة. اتمنى يا بنات ان الفيديوهات تكون فعلا بتشجعكم وبتنشطكم. وحبيت كمان دلوقتي نشكر كل أمورة كل حبيبة قلبي دخلت الفيديو وحطت لي اللايك وكل قمر دخلت القناة لسه جديد وعملت اشتراك وكتبت لي كومنت جميل دعمني وشجعني ان انا انزل لك كل جديد. بجد والله يا بنات الحاجات دي بتفرحني جدا جدا ربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم دايما في الدنيا وفي الآخرة. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. هي بطاطسية واحدة بس يا بنات قطعتها كده قلت ان شاء الله بإذن الله تنويع وتغيير تمام. وهو بقى ايه يعني الولاد انتوا عارفين بيحبوا اي حاجة مسبكة بيحبوا خضار بيحبوا شوربة أي حاجة. أنا باتكلم عن ولاد وأكيد معظم الولاد كده يا بنات وكده كده أصلا الجو يعني هو حر. ف يلا الحمد لله سواء حر ولا سواء شتاء احنا كده كده بنعمل الحاجة اللي الولاد بيحبوها مش اللي انتي بتحبيها. احنا مش بندور على نفسنا خلاص في الفترة ديت. سعادتنا يا بنات في سعادة ولادنا سعادتنا اللي احنا نشوفهم مرتاحين ونشوفهم فرحانين ونشوفهم ان شاء الله بإذن الله أحسن الناس. ديت إحساس كل أم مفيش يعني أم تختلف عن التانية إلا بقى ربنا يعافينا عنهم يا رب ويغفر لهم ويسامحهم. فالحمد لله
ومعلقة صلصة صغيرة كده بقى حطيتها عليها برضه عشان تدي لون. وهنحط بقى البطاطساية مع البصلاية مع فصين التوم يا بنات كده على البوتاجاز مع معلقتين الزيت يتشوحوا، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنقلي بقى السمك. حتى انا قليت السمك يا حبيباتي من غير دقيق، قلت ان شاء الله لان انا كنت هنحطه كده ني في ني، فقلت لا هنديله بس يعني دوبك كده تحميره بسيطه لون بس، عشان خاطر ان هو ان شاء الله باذن الله هندخله بقى البوتاجاز من جوه ينشف وياخد بقى تحت الشوايه لون، وان شاء الله باذن الله روتين خفيف وبسيط طبعا. قلت بقى جنب المخلل يا بنات نقلي البتنجان ده وخلاص على كده ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو النهارده استمتعتوا بيه ونشطك وشجعك. وكمان حاجه يا بنات، الاضاءه دلوقتي طبعا حاسه ان الفلاش قايد اصفر، فطبعا ده كلها بصي بيحصل معاكي بما اقول لك بما تشتهي الانفس. انا والله يا بنات هتصوروا، انا ساعات كنت بنصور الفيديو ونرجع ندور على الفيديو ما نلاقوهوش. تصوري بقى اللي انت عادله كاميرا وقاعده تصوروا وتمنتجوا وفي عز الحر ده بقى لابسه طرحه والكلام ده كلته، غير طبعا ما تبقي انت واخده راحتك لابسه بيجامتك ايا كان هو، واخده راحتك في بيتك، وتيجي في الاخر ما تلاقيش اي حاجه من اللي انت صورتيها. شوفي صدمه حياتك بقى، يعني تعبك وشقاكي. بس نرجع نقول طبعا بنزعل، مش هقول لكم بقى اللي انا بناخد، بنزعل والاخر نقول اكيد في خير ربنا كان رايده ماشي في عدم تصويري او في عدم الفيديو يطلع. وبنزعل شوية وبعد كده نرجع من الأول وجديد ونحبط شوية وبعد كده نتشجع. بس انتوا دوركم دور أساسي معايا يا بنات، ان انتوا بتشجعوني وبتنشطوني وكلامكم الجميل اللي انتوا بتكتبوه. وبصراحة قلقانة على معظم البنات اللي هي كانت مستمرة معايا وبصفة مستمرة وبقالها فترة مش باينة، ورديت عليكم في الكومنتات يا بنات. خشوا بس طمنونا عليكم، عشان طبعا انا مش عارفة نوصل لكم وما عنديش وقت والله الا انا نجيب المسجات بتاعتكم ونبعت لكم على الخاص. طمنونا عليكم انتوا عاملين ايه وفينكم وبقالكم فترة مش باينين، لعل المانع خير بإذن الله. خلصت بقى، طلعت المخلل مع الطحينة، طلبات السمك يا بنات، عملت سلطة تمام على الولاد، ما خلاص كانوا خلاص كده فاضل تكاية ويخشوا من الحضانة ان شاء الله بإذن الله. وده كان يومي بقى بعد يعني تكملة يومي بعد بقى ما نتغدوا بنخش بقى نفضّي أطباق من الأكل، غسلتها وربنا قدّرني ماشي. قعدت مع الولاد شوية وخدتهم نيّمتهم عشان خاطر ننجز في اليوم، أول ما ييجي يا دوبك ياكلوا لقمة كده وندخّلهم على طول يناموا، عشان خاطر يصحوا قبل أذان العصر، عشان خاطر إيه بقى، يلحقوا يناموا بدري بالليل، طبعًا في مذاكرة وفي مراجعة والكلام ده كلّته، لإن الأم ليها دور أساسي جدًا مطلوب منها في البيت. والحمد لله. وحطيت لهم بقى البلح بتاعي، بُصّوا يا بنات طعمه تحفة، أنا بنعشقه فعلًا، وبُصّي فيه فايدة ممتازة. حتى لو انت ما عندكيش بلح اعمليه بالتمر مفيش اي مشكلة. ربنا يرضيكم ويرضينا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده ان شاء الله باذن الله. خلاص كده طبعا ما عملتش رز معاكم عشان كان عندي رز ابيض، قلت نسخنه كده كده، انا عامله بطاطس جنب السمك، فهو مش محتاج بقى ان شاء الله باذن الله رز صياديه، لان انا بحب الرز الابيض مع الصلصه بتاعه السمك او البطاطس اللي انا عاملاها تحت دي، بتبقى اجمل واطعم من الرز اللي هو الصياديه يا بنات عن تجربه. ان شاء الله باذن الله خلصت الفيديو معاكم النهارده، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.